بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس رقم 30 من دروس شرح موطأ الإمام مالك رضي الله عنه. إذن إخواني، مع الدرس رقم 30 من دروس شرح أو بيان موطأ الإمام مالك، نبدأ بالحديث رقم 118 وما بعده. عنوان: هذا باب في التيمم. هذا باب في التيمم. تمهيد: إلا قصر يثبت باللي إلا غادي يشرع وميقارن الأصل إلا وميقارن البدل. الأصل هو الوضوء، الأصل ذو الوضوء، أنا الوضوء، ولكن ما إلا يون يسعى العذر، إما تزمرت الهلاك وري الزميرارة هذه السير السوامان يسعى الحق باش هذه تيمم يعني استيمم كما سنشرح احكامه بعدين. تيمم فكالنا فزرون كذا ما كنتسلمك التيمم شي قله صافي. التيمم بدل والوضوء اصل. الوضوء خاطر سوامان. بدنا نشرح الايتين، الايه 5 6 من سوره المائده. نغمي لي يفرمان ماشي يزمير ويفرمان اصلا لم يجد ماء اش راه يخدم؟ هذا يروح غير البدل. لذلك هذا يروح التيمم ولا شمال يروح التيمم بس يقارو الظل غيرها هكا. الا قال الظل امشي راه يخدم يروح غير البدل. لماذا؟ خاطر ولاش الاصل. لذلك ربنا في القران الكريم في سوره النساء الايه 43: فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يناغد الحديث مهم جدا. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه موجود في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. أعطيت 5 ينادي النبي عليه الصلاة والسلام إفكاس ربي 5 تمثال لم يعطهن أحد من الأنبياء. كنت إفكار ربي الأنبياء وياض يفضليث ربي سبحانه، يفضليث في الأنبياء أكن ملان يجعل خاتم النبيين. مادام يجعل خاتم النبيين وجه من وجوه التفضيل، من وجوه التفضيل إفكايس الشريعة الخاتمة ثنقاروث. لكن دينا ربي في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. به اكتمل الدين، بشريعته، بالإسلام الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالكتاب العزيز وهو القرآن الكريم، آخر الكتب السماوية. تكتب تنقر وثيدي شقع ربي يمشقع يشقع سيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. ينادى ربي سبحانه في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم، النكمال، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مما يتمثل الأنبياء يساول سن الأنبياء في موضع النداء يساول سن سيسما ونسم أسيني مثلا: يا موسى إني أنا ربك. عيسى أسيني: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا داود يأسي اسمه وننسم. النبي عليه الصلاة والسلام يساولس إما بلفظ النبوة: يا أيها النبي، ناس يسول يا أيها الرسول، في مثل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ذاك الحديث يفقد النبي عليه الصلاة والسلام ربي في كيس 5 تمثال وانت في كارن بيوية سيكسنت أشو دينا إناد نصرت بالرعب مسيرة شهر في سنة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني عند يوفى بنادم ميمانيس ثورة ينقض الشتوى هذه القضاء الزمور يبض الوقت نزاليث هذه الظل ذي الخلا هذه دير السي الزمور ما لا يشرو هذه يروح هذه القضاء هذه الظل ذي القاعة فكال وري حوايج لا موكيت ولا السجادة ولا تفرشت مباشرة الأرض
وجعلت لي الأرض مسجدا، معنى الظل أن تبغض، المهم هذه اليوم كان زدي، مهم طهارة المكان. من بعد وطهورا، المعنى يسمى ولا شامان، مغسى كان نغسى زورو نغرمل أين يلان خدم التيمم، والتيمم سين أذنيك ضربة الأولى سذنيك، الضربة الثانية فاسنيك، إما غردا إما غردا، في التفصيل الذي سنذكره في الوقت المناسب إن شاء الله. المعنى يسو الظال التيمم ما شاء الله وستعود راه تظل فيك الصحة، وإلا قال ما تحسب باللي تصعد خص لاجر، لا هذا النبي عليه الصلاة والسلام تيقال لك سنتي مسلم 3 أيام، ليس هذا موضوع حديثنا اليوم. وبعد لا رواية أخرى للإمام البيهقي من حديث أبي أمامة، أشهد النبي عليه الصلاة والسلام فأيما رجل من أمتي، فأيما رجل من أمتي يعني يونس الأمة سلمت، أتى الصلاة يروح هذه الظال فلم يجد ماء، يروح هذه الظال ولا شامان، طبعا يجتهد في طلبه، يجتهد في تحصيله، هذه نادي فريونا يزران دايلا إلا ذقم كان يزرب بلا ثاني لا العين صار ذيه مثل ثالا إلا وسيف ما إلا اجتهد ينذر يفارى إنك وجد الأرض، لقى الأرض مسجدا وطهورا، سبحان الله العظيم. في الحديث إنك وجد الأرض طهورا ومسجدا، طهورا ومسجدا، على معنى يطهر هذه خمتيمو، وجد الأرض طهورا ومسجدا. وثفض رمان، ثفض ثمور كثيوسا الله يبارك، خدمة كسكال تيمم والظال الله يبارك ذاكيو الحال. المهم الأحاديث في هذا الباب هذه بعض منها. فلا نفذو الحديث مزورو ذي الدرس بوسع، حديث رقم 118. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. عبد الرحمن أجي يموت سنة 126 للهجرة، فافس القاسم يموت 106 للهجرة على الصحيح. عن عائشة والمؤمنين اللي هي الصديقة بنت الصديق، هي اللي اسم بكر الصديق، أنها قالت، درك هي تحدثنا أمنا عائشة تحدثنا، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فض نتساث وكذين سلما أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، إن كان من بض سمكان البيداء الصحراء. لماذا سميت البيداء؟ أي غير الصحراء ساعة الهيبة، الصحراء ساعة الهيبة، ثريو الميطفي في الحال سمحتي لقي ذي الغاثان ما تشم يطفي الحال ذي الصحراء أسلتو تقول نفذو ما تضاعض كان بقى على خير. اكتفنا راه في الجي بي اس مشارك كيف نتورا ديالنا وزاد رامي الخوف من الصحراء واحد السوق هذه جارفان الزران. لذلك لماذا سميت البيداء؟ لأنها تبيد، لأنه قاعد يموت من الصحراء، إما ذي من السوامان فاذ يعني الشياض، إما ذي من الرياح الهوجة الرمل وزاد مشى راه يمث، إما يتيه هذه قبل ما ولا شويه ثيافنا ما يموت سي اللازمه. لذلك الصحراء تسمى بالبيداء، تسمى الفيافي البيداء الصحراء، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، يعني يوم بمكان بين مكة والمدينة، بين المدينة ومكة، انقطع عقد لي، يعني تهدر العقد كل ما يلف وكل ما يحيط بالعنق، القيد ثمطوس ما تخدم القيد الني اسمه العقد، ثناد انقطع عقد لي يجزماس تقطع يغلي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ما. انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أشرف على البحث عنه، هو اللي يبحث عليه. وبعدين وأقام الناس معه، من الناس كي شافوه يحوس على هذا العقد
من الناس اللي كانوا حاضرين يحوسوا عليه، يحوسوا على العقد. وليسوا على ماء، وكان مشكلة ما كاينش الماء، ما كاينش الماء، راهم في الصحراء، في البيداء، في البيداء، في الصحراء، ماشي في المدينة يرثوا دلع صار ثلا، بيداء. وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني ما كاينش مصادر أو منابع المياه، وما عندهمش أعوين، ما عندهمش الزاد هذاك، خلاص لهم، خلاص فن ومان. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق. بعض الناس، طبعا المقصود البعض، راحوا لأبو بكر الصديق الباباها، فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ ما راحوش النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا لباباها. الشكوى عادة يعني إذا كان زوجتك كاش ما دارت تروح لباباها. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعلمنا، وما قالش كيف، لا راحوا لأبو بكر الصديق واشتكاو. شفتوا الموطأ يحكي التفاصيل. وقد يقول قائل، لم أقل لكم في يوم من الأيام الموطأ هو كتاب فقه وأدب. معنى كاين الفقه وكاين أيضا الأدب، كاين الإرشاد والتوجيه، كاين كلش أخلاق. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. نقلوا الرواية سوا يعني الواقعة كما هي. الناس شو ضرنا شو تخدم يليش عائشة. قالت عائشة بكل الآن رأيت روح رياض راهي تحكي. فجاء أبو بكر ذين ظلام يسد أبو بكر الصديق إليها، يعني خاطر رفعت الشكوى. ضرك أبو بكر الصديق الأب لازم يؤدي الدور نتاعو. وكاين بعض الناس لو كانت تزقي لنسيبك تقول له روح شوف بنتك، ما يجيش، ما يجيش، يقول لك ما نجي، دبر راسك معها، ولا نتلاقاو في لاجيستيس. هاو هذه حنا فنانين في هذه الامور. يقول لك نتلاقاو عند مول البلطو الكحل. تعرف شكون البلطو الكحل؟ القاضي. بكر الصديق جاء باش يشوف الشكوى هذه. وبعدين وين كان النبي عليه الصلاه والسلام مقيم يستريح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح، وضع راسه على فخذ عائشه، عادي تماما. ودخل عليها أبو بكر الصديق وهي الصديقة زوجة بنت الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح قد نام، هي تقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. جبت بأداة التحقيق، معنى الرسول يطص. فقال درك أبو بكر الصديق يهضر مع بنته، يهضر لها ماشي بصوت عالي والا يعني يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بصوت تسمعه هي، يعني استقبالي تزم يعاتبها. حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، يعني انت حبستين النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس اللي معاه في هذا السفر وفي البيداء، وبعدين وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ما كانش لا بير ولا عين من عيون الماء وما عندهمش الماء، انت حبستيهم. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر. هي المفروض تقول فعاتبني أبي. سبحان الله، شوف الدقة، لأن الأب كي نقولوا أب موضع الحنو والحنان والشفقة وكذا وكذا. درك ذكرت اسمه أبو بكر كأنه شخص أجنبي. باباها يتقول فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، يعني يسكري مسلاين ذين كان ما شاء الله أن يقول. وطبعا الأب وهو يعاتب يعني هذا هو، يعني ما يحب، معناه ماشي ما يحبش ولاده كي نشوفوا الأب يزعف على وليده، ولا نهار اللي كانت الأمور سوا درك والله الدنيا صعبة، درك يا جماعة الخير والله غير صعبة بزاف الحياة الآن. ممكن وليدك ولا بنتك تعاتبها تبعث لها SMS ترجع لك 7 نورمال،
تقولها كلمة ترجع لك 15 انبحث، تقول لك انبحث، ربي يستر. ماشي كاع هاشا، الحمد لله كاين الخير وكاين الخير، ان شاء الله الخير موجود في الامه الى ان تقوم الساعه، الى ان تقوم الساعه. فعاتبني ابو بكر فقال ما شاء الله ان يقول: وجعل يطعن بيده في خاصرتي. يطعن، يطعن يعني طفيت سياقي استقبالي تتسبي، تتسبي يقرصها هكذا، ولكن قالت يطعن، ما قالتش يطعن. لكن اللغة العربية تتكلم إذا كان يطعن بالضمة، العين مضمومة، يطعن، يطعن معناتها الأذى حسي، سيتادير يقرحيت حسيا، الفيزيك ينس. مي يطعن، الطعن كي بعد الشر واحد يطعن، ممكن يطعن في الكرامينس، يطعن وكما إذا جت بالفتحة يطعن بفتح العين، هذه كما يقول اللغويون تصلح للأذى الحسي والأذى المعنوي لدو كوتي، يعني ماتيريال فيزيك اي مورال. صافي نساء وذاك إذا كانت منصفة، يعني الأب مازال أب غاس تجوج، غاس تجوج، مازال الأب يسعى الدور، ماشي مي تجوج داين، ماشي مي تجوج داين. لذلك شحال تولي المشاكل يضرون غير يصر ربي، يصر المؤمنين والمؤمنات جميعا، أنه كاين استقالة، تلقى دي فامي ديمسيوناو نخاطيهم، يخليو لي كوبل هذوك الكوبل هذاك يداقاو لا جوستيس والهموم والمشاكل وكذا، ما كانش اللي يقولها بوها المؤمنين ولا بلا عقل. ولا علاش ربي قال حكى من اهله وحكى من اهلها؟ في القران كيصرى خلاف هكذا. وبعدين ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. اذا حينما قالت وجعل يطعن بيده في خاصرته، بينا بأنه مادام جات العين مضمومة يطعن، المقصود بذلك الجانب الحسي، أذى حسي، يقرحيت قرصة هكذا الخاصرة نتاعها وما ضرهاش معنويا، خاطر يطعن الفتحة معناه للأذى المعنوي، ومن أهل اللغة من يقول تصلح للأذى الحسي والأذى المعنوي. إذن هنا قالت يطعن بيده، معنى فهمنا الفهم نتاع الحديث هذا معنى في الجانب الحسي فقط. فلا يمنعني من التحرك، لا يمنعني من التحرك يعني هكذا عادة كي تقرص واحد يتحرك، كما يقول كل ذبيحة تتخبط، تقرص واحد. أبو بكر الصديق بعدما عاتبها وقال ما شاء الله أن يقول كما قالت أمنا عائشة، وبعدين تتألم، وحينما تتألم تتحرك، ولكن هي لا قالت فلا يمنع من التحرك، يعني ما الذي منعها من التحرك؟ صبرت غسي قرحيت إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش الكاميرا الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم كان نائم، قد نام كما ورد في الحديث، اتكع الفخذ نتاع أمنا عائشة وصبرت على هذاك الأذى نتاع بابها، قالت أبو بكر، ما قالتش حتى أبي، أبو بكر، وذكرنا على لماذا؟ باش ما ينوضش النبي صلى الله عليه وسلم كي لا تزعجه على فخذه. لذلك والله هذا الكتاب كتاب القيم، كتاب علم وفقه وأدب. لذلك هذه التفاصيل احنا ممكن نجيبوا مباشرة الحديث ونقولوا على التيمم وكذا وكذا، انتهى عادي، ولكن نقرأ ما هو موجود في الموطأ بهذه التفاصيل. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكمل يضاس، أبو بكر يخدم الشغليس وانت تصبر وكذا. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، وقد قلنا بلي ما عندهمش ماء وليسوا على ماء إلى آخره. فأنزل الله، هاي النتيجة الآن، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا، سورة النساء الآية 43. شفتوا كيف؟ شفت البركة، شفت البركة.
حنا ما بقيناش برك نركزوا على العقد اللي انقطع وكذا وكيفاه، لا، شوف النتيجة وين وصلت. النتيجة مليحة بزاف، استفادت أمة الإسلام كامل. أو الآية هذه تتلى وتطبق إلى أن تقوم الساعة، فتيمموا صعيدا طيبا. جاء البدل للأصل، الأصل هو الماء، سيتوضأ بالماء الطهور، ولكن إذا كان عنده عذر من الأعذار حتى مع وجود الماء، أو عند فقدان الماء بعد الاجتهاد في تحصيله، ينتقل الإنسان من الأصل إلى البدل. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. شفتوا البركة؟ فتيمموا صعيدا طيبا. تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وتيممه الصحب الكرام وكذا والناس الذين كانوا معه، والحمد لله. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني ماشي هذه اللولة آل أبي بكر الصديق، يعني ماشي غير هذه البركة اللي عندهم بركات أخرى ولطائف أخرى ذكرنا بعضا منها وسنذكر البعض الآخر في الوقت المناسب باش نتقيد بالحديث مباشرة. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ شوف يعني اللونيتي، الصفاء اللي راه موجود عند الصحب الكرام. خلاص ما بقاش هذا حديث نتاع الكواليس، على بالك هذه اللي تدمر الأسر. والله الذي لا إله غيره، غير اللي تدمر الأسر واللي قطع الأرحام هو زوج حوايج، اللسان والوذنين. هذا يا لطيف يا لطيف يا لطيف، قالوا روح، وبعدين توصل جرانا على الناس، على أليس كذلك؟ وبعدين صار مشاكل، وبعدين يصرى كلش. ذا شو كي قالوا الدونيث ذي لساونا وكذا مزاغي السلن بلا غربال ينواضو شويط يلا أتصيرنا. هذون بهذه الشفافية ترانسبارونس اللي عندهم، بهذا الصفاء لونيتي اللي عندهم، عادي الأمر انتهى. لا ينفرا الناس فرحوا الحمد لله، ربي نزل آية على النبي صلى الله عليه وسلم، آية التيمم، والحمد لله. وهذه هي ظروف. وبعدين قالت دائما أمنا عائشة تحدثنا: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، البعير اللي كانت راكبه فيه، فوجدنا العقد تحته. سمي كان البعير الغمني، وفان القيذني العقد أمنا عائشة فات الدواء البعير. في كوا تسند في حاجه، تسند الثغاوس والسفضره، ممكن واحد يحوس على حاجه بالك في يدو ما يلقاهاش، في يدو وهو يحوس وراي وهي راهي في يدو. اما اذا كان في الدار راحت يا حسره، لازم لي بومبي يجيو يا ربي يلقاوها، يقول لك خباها الشيطان وكذا. كان واحد الدعاء حلو، الغير اول مره تعلمته من الشكشك الله يرحمه: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع لي ظلتي. تعلمته منه مباشره يعني عنه بهذا السند. في حكايه ياتي يوم نحكيوها ان شاء الله. وكان هذا الله يبارك يعني دعاء مبارك مجرب ايضا. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت. سئل الإمام مالك عن رجل يتيمم لصلاة حضرت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبغى نصلي ولا شامان روح التيمم، ثم حضرت صلاة أخرى، يعني تيمم لأداء صلاة، مثلا صلاة الظهر يزول استيمم، يعني هو من أصحاب الأعذار أو من الناس اللي ما لقوش الماء هكذا. بعد حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها؟ هذا الحديث دليل فيما ذهب إليه المالكية من إعادة التيمم لكل صلاة. وعند بعض الفقهاء لا، ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، ما ينقض الأصل ينقض البدل. هذه قاعدة نشفوا عليها. نواقض البدل هي نواقض الأصل. نقول لك ما هي نواقض التيمم؟ تقولها كما شرحناها فيما سبق. نواقض التيمم باينة،
هي نواقض الوضوء. يضاف إليها ناقض آخر هو وجود الماء. إذا لقيت الماء تيممت العصر طهور صليت، من بعد راك تمشي جا وقت العصر ولقيت الماء، ولا كاش واحد جاب لك الماء ما تقولش نتيمم برك وخلاص، لا، لقيت الماء، إذا حضر الماء بطل التيمم، معناتها تصلي تذهب إلى البدل. لذلك من نواقض البدل وجود الماء، وهو الناقض الإضافي لنواقض البدل. أما نواقض البدل هي نواقض الأصل. من بعد يناس يزول مثلا طهور، مثلا يزول التيمم، من بعد يبض في شمت ظليت النظام مثلا العصر، يناس ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ هل ترى يعود التيمم تيمم مزور مادام لي منتقض، يعني واش ديفرنسيس عادي يعني. فقال باش يسين الإمام مالك بل يتيمم لكل صلاة. هذا هو الدليل، هو الحديث رقم 118 في فقرته الثانية، بمعنى إناياس هذه غادي يخدم التيمم لكل صلاة، ولما يليون يقيم 24 ساعة أنا على حسب صاحب العذر باك يومين باك 3 أيام الله أعلم، ميد بالظليث تزرث يتيمم حجرة ولا أرض ولا رمل ولا كما شرحنا وسنشرح بالتفصيل في وقت لاحق. والسلام عليكم وعليكم السلام. لكل صلاة تيمم، ماشي من الوضوء سوى ماء، وين ممكن كان الناس اللي عطى لهم ربي الصحة يتوضا من الفجر ويصلي به العشاء، كان يتوضا الظهر ويصلي به العشاء والشفاع والوتر وعادي، وإذا كان في رمضان يدير حتى التراويح ويكمل الشفاع والوتر، كل واحد واش عطى له ربي. إذا كان قدر الإنسان يعني يستثمر هذا الوضوء المستديم. من بعد واش قال؟ بل يتيمم لكل صلاة، هكذا قال الإمام مالك، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. شوف الحجة، لكل صلاة لازم يجتهد في طلب الماء. أذن ذي لقد ينذي الثمان أري فلا ينتقل إلى البدل فتيمم صعيدا طيبا. فمن ابتغى الماء وين نذان ثمان فلم يجده فإنه يتيمم. واضح جدا. وسئل مالك عن رجل تيمم، سئل الإمام مالك رجل تيمم أي أم أصحابه وهم على وضوء؟ سؤال مهم، سؤال ينبني عليه عمل. لذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة، يعني في العنوان الأخير كان يتحدث عن السؤال والجواب، ومن الأمور اللي قالها أنه الإنسان لا يسأل، صحيح السؤال هو مفتاح العلم، ولكن لا يسأل أسئلة لا ينبني عليها عمل هكذا برك، وسيأتي البيان في الوقت المناسب. هنا أسئلة باينة، خطر سؤال يتبادر إلى الذهن، أي واحد منا يسأل يقول هل يجوز واحد يكون بالتيمم ويصلي بنا صلاة الجماعة، احنا كاع بالوضوء هو بالتيمم؟ سؤال ليجيتيم، سؤال مشروع. واش قال لهم؟ قال يا أمهم غيره أحب إلي. الإمام مالك ما قالش حلال ولا حرام، قال يحب إلي، يعني ماذا بك اللي يصلي بالناس يكون على وضوء ماشي بالتيمم. على لأنه الإمام مقام الإمام مقام رفيع صفي، الذي يناسب مقام الإمامة أن يكون الإمام على وضوء، ولو كنا نحن جميعا بالتيمم طبعا عند تحقق الأعذار، هكذا أو موجبات التيمم. يا أمهم غيره أحب إلي، يعني أماذا بك ولو أمهم هو، إذا كان هو اللي لم أرى بذلك بأسا، يعني الصلاة صحيحة جائزة، ما كان لا لوم ولا عتاب ولا حتى شيء.
عمرو بن العاص نهار اللي صلى بالجيش هو كان على جنابه، وبعدين تيمم وصلى، وقال لهم خاطر يقدر يتيمم وما يشوفوا حتى واحد، عادي. ولكن قال لهم شوفوا الشفافيه، شوفوا الادب الحاضر لدى الصحابه عليهم الرضوان. وصل الخبر للصحابه وسقساو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله يعني شغل جاء لي خبرك باللي انت تيممت وصليت بالناس والناس بالوضوء، يعني علاش ما اغتسلتش؟ تعرفوا ايش قال له؟ قال الله تعالى لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. حنستشهد بهذه الايه في تحريم الانتحار، السويسيد، ما تقتلش روحك. هو استدل بهذه الايه خاطر كان الشتاء بارد. قلت لكم واحد النهار حكى لنا واحد الشيخ الله يذكره بالخير، كي نقول الشيخ ماشي امام، لا، يعني واحد من عقلاء القريه، كان على جنابه، وين رفع الجنابه نتاعو؟ في الجبل، راح للواد بالماء نتاع الثلج. تيقالوا انت تصلي على الميت، وقت هذاك ما كانش وكذا مخصوص الدعوه، وفي الشتاء قالوا له انت خلاص، قال لهم درك نولي، استنى خبر، وراح ما كانش وين يروح، الدنيا بعيده والثلج وكذا البروده، وراح دوش بل هذه عزيمه. ملي لو كان تيمم وصلى عادي يجوز، ولكن هذه اصحاب العزمات عندهم واحد الامور كلام خاص بهم. ولكن اسمحوا لي، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، وربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الى اخر هذا الكلام. عمرو بن العاص كي قال بهذه الايه، النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. النبي عليه الصلاه والسلام تبسم، ابتسم، يصام. لذلك العلماء يدخلوا هذه في السنه التقريريه، خاطر السنه كما تعرفوا كاين السنه القوليه والسنه الفعليه، يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم، والسنه التقريريه. ما معنى التقريريه؟ معنى واحد يدير كاش حاجه ولا يقول كاش حاجه من الصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم اما يكون حاضر ولا يوصلوا الخبر، يا اما يؤكد على ذلك قولا، كما اللي روينا هذيك نتاع حديث ابي داود كي قال له اصبت السنه واجزاتك صلاتك، في موضوع التيمم سنذكرها الان شويه. قال له اصبت السنه واجزاتك صلاتك، يعني يبان بالقول. والثاني قال لك الاجر مرتين قولا. ولكن في الواقع تاع عمرو بن العاص ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ابتسم اذ صام. سي اون كونفيرماسيون، معني قبليث. السكوت في موضع البيان بيان، مادام صدر من النبي عليه الصلاه والسلام ما يفهم منه رضاه، باللي يرضى فين يخدم فين ديالنا، فبالتالي يعني تعتبر سنه تقريريه. من بعد وسئل قال يحيى قال مالك، إذن فهمنا بلي هذا يجوز هذا يجوز. قال لك يا أمهم غيره أحب إلي، معنى ماذا بك، ولكن ما لولاش لظرف ما عادي، الصلاة صحيحة وليس في ذلك بأس. وسئل مالك، لا نكمل الحديث. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم، تحتاج التركيز. سئل في رجل تيمم حين لم يجد ماء، يعني بحث عن الماء، اجتهد في تحصيله ما لقاش، ينوذا وريفار من فالظالت لقد الظال، راح تيمم. تبعني مليح. فقام وكبر، يعني طبعا القيام ركن في حق القادر عليه، ركن في الصلاة، لازم نصلي واقفين. أنا نظل سي في الدين ولو نزمير هنا، هذه الظال سي غيمين، هذه الظال في الهيئات التي ذكرناها في الفقه نتاع صلاة العاجز والمريض. إذن فقام وكبر، يعني كبر تكبيرة الإحرام، يعني دخل في الصلاة.
ودخل في الصلاة، وزاد أكدها، ودخل في الصلاة يعني يفذا فظليت يشمل الظليت، فطلع عليه إنسان معه ماء. تصوروا هذا المثال، واحد منكم يلا بدا يصلي، دخل في الصلاة، يصلي بدا يتوضا، دار تيمم ودخل في الصلاة. واحد منكم جاب له ماء، خطر على بلي راح يوسع الماء، ولقيت له الماء، جبت له الماء، واش يدير هنا؟ معليش نسأل الإخوة، تفضلوا. هل طريقة تاع الصلاة؟ تفضل. يكمل صلاته علاه؟ كيف؟ تيمم كالوضوء، صح. تفضلوا الإخوة. يبدأ النية تيمم، يخم تيمم إذا تصلي. تفضل. نعم. ديمارة في الصلاة. ما شاء الله. المهم ما نفهموا الفقه، ديمارة في الصلاة، وفعلا ديمارة. نعم. يعني جوابكم صحيح، ولكن نحتاج الأدلة. من هذه الأدلة: لا تبطلوا أعمالكم. ربي قال بديت في الخدمة ما تحبسهاش، وعلى بالكم الفقه هو علاج حتى الوسواس. فهمتوا؟ ذكرت هذا فيما سبق وأعيده الآن باختصار. الوسواس، اللي عنده الوسواس صح مليح، بسيكولوج يعاونك مليح، مي الفقه يعاونك ثاني. خاطر اللي يفهم لا تبطلوا أعمالكم، ربي يقول لا تبطلوا أعمالكم. بديت الخدمة ما تبطلهاش، مفهوم؟ ما تبطلهاش، كمل. وإذا عزمت فتوكل على الله، باش يكون عندك، لأن النية من مقاصدها الجزم. درت النية خلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تبدا وما تعطلش. لو كان كل مرة تبطل، قلت لكم هذا باب خطير للوسواس. يقول الإنسان يعود الوضوء، يعود 10 15 20 مرة، يعود الصلاة، يعود الصيام، يعود كل شيء روفير، وبعد يدخل في الوسواس، يلقى روحه مع لي كاشي، وبقى من بعد خلاص مرض. هذا سي بون، يولي يقول لك عندي وسواس قهري، وروح انت داويه من بعد. وعلى بالكم الهم تاع الوسواس القهري هذا ممكن ينوض 20 مرة في الليل باش يغلق الغاز، يطفي تريسيتي، مش عارف، يغلق الباب. خطر دائما وسواس خطير، عافانا الله جميعا من هذا الوسواس. طيب سيدي، إذن كاين دليل آخر. إيه هو؟ دليل أن الإنسان الذي دخل في الصلاة كانت ذمته مشغولة بالصلاة. ربي قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا الإنسان الذي قام وبدأ وكبر ودخل في الصلاة، هذا دخل في الصلاة بوجه مشروع. شفاو عليه؟ يعني سي ليجيتيم. واش دار؟ دخل في الصلاة وبوجه مشروع. سورة النساء الآية 43: فتيمموا صعيدا طيبا. إذن عادي. لذلك الإمام مالك كيف جاوب؟ قال: لا يقطع صلاته. هاو الجواب تاع الإمام مالك. أريد زمار تظليثيس، بل يتمها بالتيمم هذاك، يتمها صلاته صحيحة. ما يجيش واحد يقول يا أخي القاعدة تقول إذا حضر الماء بطل التيمم. قبل البدء الشروع في الصلاة، قبل ما تبدأ الصلاة، نعم، ما تروحش للبدل وأنت عندك الأصل، أليس كذلك؟ ولكن وحتى ولو مازال وقته، ما تقوليش إذا كان الوقت اختياري والضروري. لذلك هنا نروي القصة ماشي بالتفصيل. هذوك زوج الصحابة اللي راحوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وبعدين ما لقاوش الماء، وبعدين تيمم للصلاة، ولكن قبل خروج وقت الصلاة، قبل يكفوا وقت الصلاة هذه يكفوا، من بعد فنما يون السجسن لا شو يخدم. الناس كاين ما نعودش، تيممت صليت كما يقول لي جون سي بون ما نعودش. والاخر قالوا لا، قالوا اجتهد، قالوا مادام التيمم بدل واحد
حنا لقينا الماء نفهمان. 2 3 مازال وقت الصلاة، مازال وقت الصلاة، على بالكم وقت اختياري واسع مازال وقت الصلاة. قالوا لذلك أعيد نتوضا ونعود الصلاة. اختلف، راحوا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المسير كيوصلوا، واش قال هذاك اللي ما عودش اللي اكتفى بالتيمم؟ قالوا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. يفرح طبعا، يفرح. أصبت السنة تبوسي سوا السنة ديال السيد، وفي نفس الوقت أجزأتك صلاتك، يعني ذمتك بريئة من الصلاة الآن. الثاني ماذا تنتظرون سادتي باش يقول له؟ قالوا أنت لك الأجر مرتين، لأنه تيمم وصلى وكي لقى الماء عود الماء توضأ وعود الصلاة. إذن في زوج فرحانين. الإمام مالك واش قال؟ قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ، شوف زادوا الإرشاد، لما يستقبل من الصلوات. خلاص، إذا كان هذه صلاة العصر صلاها بالطريقة هذه وجات المغرب، ما يقولش كما صليت العصر ونصلي المغرب، لا، قال وليتوضأ، معنى يعود إلى الأصل اللي هو الماء لما يستقبل من الصلوات. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة ونكرن رزاليث فلم يجد ماء ريفارمان فعمل بما أمره الله به من التيمم، وينكرن باش هذه الزال من بعد ريفارمان يخدم التيمم هذا يكمل، فقد أطاع الله باش يطمئن. يعني هل بكم كاين الناس اللي ما يقبلش هذه، يقول لك يا جماعة ربي قال بالماء وانتم تقولوا بالحجر، وكاين اللي في داخل يعتقد باللي الصلاة نتاعو كي صلاها بالماء صحيحة، كي صلاها بالتيمم كما قال لي مرة واحد قال لي هذه رود السكر. شو رود السكر؟ قلت رود السكر موجست، هي رود السكر نعتبرها رود السكر ماشي مليحة، رود السكر توصلك حتى للدار عادي، ولكن في دماغه وفي قلبه كيشغل حاجة ناقصة. ماشي ناقصة، الذي قال أمرنا بالوضوء كما شرحنا فيما سبق في الآيتين الخامسة والسادسة من سورة المائدة، هو الذي أمرنا في الآية 43 من سورة النساء فتيمموا صعيدا طيبا باش يطمئن. واش قال هنا الإمام مالك؟ فقد أطاع الله. شتو دواء علاج، فقد أطاع الله. وليس الذي وجد الماء، مازال يكمل كأنه يشرح لجميع المستويات باش واحد يفهم. وليس الذي وجد الماء وين يفنمان بأطهر منه، ما يقولش باللي انا تيمم انا بالماء، انت حاجه صغيره. واش القراده كذا الصلاه كي ندخلوا في الصلاه ماش عارفين الخشوع والراحه. ربي قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صح، يقدر واحد. وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمرا جميعا. ما يقولش هذاك اللي توضا بالماء يقول أنا صلاتي أتم، صلاتك أنت أقل ولا ما كانش. لماذا؟ قط لأنهما أمرا جميعا. الذي توضأ في حقه الوضوء أمر بالوضوء، والذي هو من أصحاب الأعذار أمر بالتيمم فتيمموا صعيدا طيبا. صافي، كلاهما استقبل أمرا ربانيا، أمرا قرآنيا، وقيس على الأرض وقيس على الأرض وقيس على الأمر وقيس على الأمر، فكل عامل بما أمره الله به. يعني مزيد من البيان، يعني سبحان الله أحاديث يعني يطول فيها الإمام مالك باش يبين بالتفصيل. قال لك فكل عامل بما أمر به بما أمره الله به، من كل واحد طبق واش قال ربي. وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، واليفنمان طبعا أمر بالوضوء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في صلاة، يعني بدقة واضحة. إذا كان قبل ما يدخل الصلاة لقى الماء هذا بالإجماع، إلا إذا كان عنده عذر آخر ما يقدرش يستخدم الماء، يعني ما قدرش لا يستطيع لعدم القدرة،
زنا لمرض أو شيء من هذا القبيل. هذه الأمور شرحناها، وباب العمل في الوضوء في التيمم سنشرحه إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله في الحديث رقم 119. لذلك العبرة بهذا ما إلا قبل ذي الشمس الظليث يفهمان إلى سوامان ما المشمس الظليث ذاين لا تبطلوا أعمالكم، وقد ذكرنا الأدلة قبل حين. وقال مالك في الرجل الجنب، هذا سؤال يطرح كثيرا، يكون على جنابة إنه يتيمم، يكون واحد بالجنابة يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، ما إلا يونس الجنابة أن بعد يستد وقت مظلث يظل الفرض ينس تيمم النوافل أو قراءة ورد القرآن وكذا كذا، هذه كلها أفعال تكون تبعا للفرض. صليت مثلا العشاء صلي الشفع والوتر، ما تعودش التيمم للشفع والوتر اللي عنده عذر وتيمم لصلاة العشاء، ما يعودش التيمم للشفع والوتر، لا يصلي حبة 40 ركعة يزيد الشفع يزيد الوتر عادي بالتيمم نتاع العشاء، إلا إذا كان انتقض تيممه، وقد قلنا ذلك قبل حين ما ينقض البدل ما ينقض الأصل ينقض البدل مع إضافة ما ذكر. إذن هو يقرأ حزبه، هذه غير القرآن كاين يولفظ مثلا ميزول غير الفجر هذا غير القرآن تزول كان الفجر يعني الرغيبة ثم الصبح الفريضة من بعد غير القرآن عادي تمام ستيمم منيني. هل نفتح قوس أيضا مهم، بعض الناس يقول لك لا أنا نخليها حتى 10 نتاع الصباح وينوض مثلا مازالوا 10 دقائق 4 ساعة يشرق الشمس، واش يقدر؟ ولا خي نصف ساعة ولا أكثر، إما ما عندوش الماء ولا الماء هذاك بارد بزاف ما يقدرش يدوش به يرفع الجنابة، ولا كان ضيف ما يروح ينوض كاع الدنيا كامل يقول لهم سخنوا لي الماء ما ينفعش. فبالتالي هنا كاين مخارج والحمد لله، يتيمم ويصلي صلاة الفريضة وبعدين بالتيمم ويزيد ويصليها قبل فوات الوقت ولا يؤجلها، خاطر هناك البعض يؤجلها بهذا الفهم، يقول مادام ما خليها بالتيمم معليش ما قدرتش التيمم ما قدرش ندوش وما تيمم ما كاش كيفاه، خليها برك 10 تاع الصباح ان شاء الله ولا العشيه كي نرجع من الخدمه ندوش وكذا وندير الوضوء الاكبر وكذا. لا، فرجل الجنب انه يتيمم ويقرا حزبه من القران ويتنفل ما لم يجد ماء، وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم، يعني طبعا لمن كانت له اعذار. في تفاصيل سترد ان شاء الله في الدرس القادم مع شرح حديث رقم 119 وما بعده إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.